السلام عليكم جميعا. يعني للأسف الشديد دائرة الألم والخوف والقهر اللي أحاطت فينا خلال الفترة هاي، خصوصا فعل الزلزال اللي ضرب المنطقة شمال غرب سوريا، بالإضافة لصور الموت والدمار اللي عايشناها كذلك. يعني عم نحاول ننتشل أنفسنا منها، أرواحنا منها. ما بحب أتذكر الصور هاي، لكن هي موجودة، يعني ما نقدر نطلع منها بسهولة. مئات العوائل اللي كانوا يستصرخوا تحت الأنقاض وكتبت أنفاسهم، عشرات الأطفال اللي استنجدوا وتم خذلانهم، وهذا الخذلان زادنا قهر. يعني اللي مات الله يرحمه، لكن يمكن القهر من الخذلان هو أكثر قهر من الموت. يعني الموت راح لعند ربه، الله يرحمه. كذلك الأمر في مئات المصابين حاليا داخل المشافي، يأنون يستصرخون لإنقاذهم، إسعافهم. هذول لازم نتكاتف الأيادي جميعا لإيصال صوتهم ليتم إنقاذهم. ما في حالة معينة على وجه التحديد، الكل سواسي يعني أكيد. أطفال فقدوا أسرهم بالكامل، حاليا جرحى داخل المشافي، هذول لازم نوصل صوتهم. صور القهر كلها هاي اللي ذكرتها عم ينضاف صور قهر فوقها، يعني فوق الوجع اللي نحن فيه عم نتوجع أكثر. يعني للأسف الشديد أول البارحة فقدنا الطفل محمد والطفلة رشا، هدول أخوة. آه، هدول تأثروا بحريق داخل خيمتهم بعزمارين، اللي نزحوا منها من المنطقة اللي كانوا عايشين فيها بفعل الزلزال. يعني هربوا من موت لاقاهم الحريق وخطف أرواحهم صراحة. الله يرحمهم هذول، يعني عند رب العالمين. لكن هاي الصور هاي صراحة تألمنا أكثر، بتزيد وجعنا أكثر. أكيد امبارحة كذلك الأمر في حريق من الجانب السوري عن معبر باب الهوى، كذلك الأمر في مصابين ما بنعرف الحصيلة إيش هي أو إيش الإصابات اللي فيها. وكان حريق ضخم صراحة، وكان المشهد يعني صعب جدا، يعني زاد ألمنا ألم. اليوم للأسف الشديد لقينا خبر وفاة طفلين، يعني طفلين نحتسبهم عند الله والله حسيبهم من الشهداء. اختنقوا بفعل دخان حريق داخل منزلهم. يعني حاولوا إنقاذهم، صراحة عجزوا. يعني في رجل حاول كسر الباب لكن أصيب حتى وهو أسعف، تم إنقاذه أو إسعافه من قبل فرق الدفاع المدني. للأسف الشديد الطفلين فارقوا الحياة. هاي الصور صراحة عم تزيد وجعنا اللي نحن عايشينه حاليا، وتألمنا كثير على المئات الشهداء اللي فقدناهم. هذول أكيد نحن بنتألم عليهم. فبقى يعني هاي رسالة حابب أوصلها للجميع يا شباب، خاصة بالمخيمات. حاليا أوضاع المخيمات أكيد هي يعني الوضع معروف، يعني ما بدي أنا أشرحه أكثر. المخيمات تكتظ بالمدنيين، اللي دمر بيته، اللي ضرر بيته، اللي هربان من بيته، يعني وهذا حق طبيعي. يعني فعل الهزات الارتدادية. يا شباب الكل تنتبه على أطفالها، والله العظيم قسما بالله ما ضل عندنا قلوب تستحمل هذا الوجع. هذول أمانة من عند رب العالمين. الكل تنتبه على أطفالها، مو ناقصنا وجع أكثر من الوجع اللي فينا. وهي الرسالة أتمنى أن تصل للجميع.